السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى ودوت تالت فيديو سجلته ل Special Case Project، البروجكت اللي أنا شغال عليه من 2022. في الفيديو دوت أنا ضفت كذا حاجة عن الفيديوز اللي فاتت. إن في الأول لما كان بينط لقدام أو حاجة ما كانش بيقدر يعمل روتيت، ما كانش بيقدر يلف، لكن دلوقتي خليته يقدر يعمل روتيت وهو في الهواء عادي. وكمان ال السلالم الصغيرة او اللي هي العقبات الصغيرة ما كانش بيعرف يطلعها، كنت بتلاقيه بيخبط فيها بيتحشر كده ما بيعرفش يعديها، لكن دلوقتي السلالم الصغيرة بيعرف يطلعها. والكلايمنج في الاول كان عشان يديتكت ايدج بيحتاج الايدج دي تكون كبيرة شوية تخينة، لكن هنا خليته يقدر يديتكت ايدجز اللي هي الرفيعة. وضفت كمان الايه البيزك خالص بتاع الوول راننج، ان الشخصية تقدر ايه تمشي على الحيطة، بس طبعا لسه ما تحطلهاش انيميشن. وما بيحوتش وهو طالع، يعني انت بتدوس شيفت بيفضل طالع لفوق، ما بيوقفش ولا بيحود يعني. واكتشفت برضو كام بج كده ظهرت في الكلايمبنج سيستم، بالذات ان انا اللاعب بيبقى ليه كوليجن، فالكوليجن دوت المفروض ان انا بموف التارجت بناء على 4 نقط زي ما قلت في الفيديو اللي فات. فال4 نقط دول وهو بيعدي عليهم ممكن واحدة منهم تكولايد مع الايه مع السلم اللي تحتها، او مع اللي هي الاوبجكت اللي اللاعب بيحاول يطلعه. فلما بيخبط فيه الكوليجن بتاع الكبسول بتاعت اللاعب والكوليجن بتاعت الاوبجكت اللي هو بيحاول يطلعه، لما بيخبطوا في بعض بتلاقي فورس زقت اللاعب بعيد، فعشان كده تلاقيه ساعات بيلجلج لما يجي ايه يطلع على اوبجكت قدامه، مبنى قدامه او حاجه. بالذات لو هو بيجري، يعني لو هو بيمشي عادي ما فيش مشكله، لكن لو هو بيجري وراح عامل الحركه ديت بيجري على الارض يعني، بتلاقي ان في السرعه بتاعه الريجيد بادي لسه شغاله لقدام، فتلاقي الكوليجن بتاع اللاعب بيتزق لقدام فبيخبط في الايه في الكوليجن بتاع الاوبجكت. وبالنسبه للسيستم بتاع السلالم ده برضو خد مني وقت شويه عشان اخلي اللاعب يعرف يطلع على اي سلم، بالذات ان هو شغال بالريجيد بادي والكوليجن. بس طلع فيه برضو شوية باجز. الباجز زي ان لو في عقبات معينة بتبقى كبيرة قوي اللاعب ما بيعرفش يطلعها، وفي عقبات بتبقى يعني الارتفاع بتاعها كويس بس في زي بوزيشن ريكوردد بيخلي اللاعب ما بيعرفش يطلع الهايت دوت غير لما يرجع ويطلع لقدام تاني. كام باج كده ايه خدوا وقت مني عشان يصلحوا، بس اللي هي الدرجات الصغيرة بيعرف يطلعهم عادي. وزي ما قلت البيزك بتاع الوول راننج ان هو بس بيرفعك لفوق، ما بتعرفش تحود يمين او شمال بالنسبة للحتة اللي انت بتحاول تطلعها. وحاجة تانية برضو في الوول راننج، مش في الوول راننج بقى، في اللي هي الفولينج لما بتيجي تقع، اللي هي الهاي فول، او اللي هو لما يقع يقوم دابب في الارض كده ويقف، ديت ما بتعتمدش على سرعة الوقع، لا دي بتعتمد على المدة اللي الشخصية طايرة فيها. يعني لو هي طايرة مثلا عدت ال3 ثواني او ال5 ثواني مثلا، فلما تخبط في الارض الانيميشن دي هتشتغل، بتاعت اللي هي الايه الهاي فول دامج. فعشان كده هتلاقي معظم الاوقات اللي اللاعب هيحاول يطلع فيها على حيطة ويقع بعدها على الارض او حتى يكمل لفوق، هتلاقي الهاي فول دامج دي اشتغلت. وقعدت ايه اجرب كام حاجة كده في الراك دولز، بحيث اشوف فيها باجز كتير بتعدي من الحيطان ديت ولا لأ، لأن الراك دول اللي فاتت تقريبا كان في مشكلة في الراس كانت بتقعد تتزحلق يمين وشمال وكده. وهتكلم عن حاجة تانية في ايه في الحتة بتاعت الراك دولز ديت، لأن أنا في الفيديو اللي فات ما شرحتش بالتفصيل هي شغالة ازاي. يعني كل اللي قلته ان احنا بنفصل الكبسول ديت ونشغل الريجيد بادي والكوليجنز بتاعت اللاعب. لأ، في حاجة تانية شغالة. ايه اللي شغال؟ ان اللاعب في العادي بيبقى ليه انيميتور، الانيميتور دوت بيسلكت الانيميشنز اللي هتشتغل على اللاعب، حلو، وبيطبق الانيميشنز ديت ان هو بيمشي بيجري بينط الكلام ده. فعشان اشغل السيستم بتاع الراجدول ما ينفعش الانيميتور يبقى شغال، فانا بفصل الانيميتور. يعني ايه؟ يعني الشخصية بتاعتي بتبقى مثلا مشغلة الانيميشن بتاعت المشي، فلما بشغل الراجدول لازم افصل الانيميتور اللي هو بيشغل انيميشنز المشي
واعمل اكتيفيت بقى للكولاجين والريجيد بوديز بتاعت البونز. طب انا حبيت اعكس تاني، هقوم عامل ايه؟ هفصل الكولاجين والريجيد بوديز بتاعت البونز، واقوم مشغل الانيميتور تاني. الانيميتور اوتوماتيك هيشوف هو كان واقف فين، يعني كان واقف في نص المشي، في نص الوقعة، في نص اي حاجة، وهيقوم مكمل من الحتة ديت بغض النظر بقى هو فين. يعني ممكن اكون نطيت مثلا لفوق وانا لسه في اول النط، اول ما هدوس ار تاني هيرجع هيكمل بقى من ساعتها، مش هيبدأ من الاول ولا هيديتكت انيميشن جديدة. هو هيشوف هو كان في انهي انيميشن وهيكمل منها. والحتة دي هتبان لما تلاقيني باجي بجري على الارض دلوقتي. هنا كنت بجرب كام حاجة في الوول راننج. كنت بفكر ساعتها، كان لسه في دماغي يعني ان انا اخلي الايه، الكلايمبنج اوتوماتيك، ما تحتاجش انك تدوس مسطرة. انت بمجرد بس ما تلاقي الايه، الاوبجكت قدامك وانت بتعمل وول راننج، اوتوماتيك يطلعوا، عشان ما يفضلش ايه طاير بعدها. وبرضو من اكتر الحاجات اللي عجبتني في الراجدول ان مع انها السيستم هو اللي شغال، يعني بتدوس ار بس بيفصل وبيشغل حاجات، انت بتحس ان في ايه، في حاجة شغالة، ان في يعني راجدولز مختلفة كل مرة. هنا زي ما قلت الانيميشن بتاع الموفمنت شغال زي ما هو، يعني مع اني كنت واقع فالمفروض الانيميشن بتاع الفولينج هو اللي شغال، لا الانيميشن بتاع الموفمنت هو اللي شغال، عشان ده كان اخر انيميشن شغال. امتى؟ قبل ما ادوس على الزرار بتاع الراجدول اللي هو بيأكتيفيت الراجدول، لان الزرار ده بيفصل الانيميتور زي ما قلنا. دي كانت اول مره استعمل السيستم بتاع الراجدول دوت، فقعدت اجرب فيه كذا حاجه كده، كان شكله لطيف. والرقبه طبعا مش ماسكه في الراس كويس، فممكن تحس ان الراس بعيد عن الرقبه تماما، عشان مفيش بونز للرقبه. وبس، وده الفيديو بتاع النهارده. وبس دوت فيديو النهارده، ولو عجبكم المحتوى اعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عندك اي افكار جديده حابب ان احنا نعملها تكتبها في الكومنتات تحت، وان شاء الله هنعملها. سلام.